النهارده صحيت بدري وقلت لازم اخلص الغدا بدري. اول حاجه كده عملتها ان انا بدات حطيت طماطم وبصل وفلفل وشويه من الميه وضربتهم كده بالهاند بلندر علشان هعمل صينيه جوانح كده او جناحات محترمه. وفي نفس ذات اللحظه والوقت يوسف كان جاب الفطار ده. بتنجان مخلل، والله البتنجان المخلل ده كان عايز كده ايه، ملوخية جنبه. فانا قلت لا انا هعمل ملوخية النهاردة. وجاب الفول اللي هو بالخلطة ده وفلافل. في المرحلة ديت بقى ايه، قلنا لازم نفطر. وكمان عملت نسكافيه او لسه هعمل نسكافيه. بس انا بقى ايه، قلت هنا دلوقتي كده اضرب الطماطم كويس. وكمان بحب احط في الفراخ دي خلطة الشاورما. بتنقل طعمها في حتة تانية قسما بالله. بتبقى حرفيا اكنها فراخ مشوية جايباها من بره، معرفش ازاي. فحرفيا جربوها هتدمنوها. فهما كده كانوا اخر حبة. وانا اصلا دلوقتي بعد غلو الاسعار والكلام ده، اي كيس توابل بحب ان انا ايه دلوقتي استخدمه على مرتين يعني، علشان يبقى كمية البهارات يعني اللي داخلة في الجسم قليلة. وان هو كمان يكفي مرتين، علشان دلوقتي الحاجة ما بقتش رخيصة خالص يعني. فهو ده الوضع، ولازم ان احنا نتأقلم. احنا بقى بقينا الطبقة المتشبثة. انا بقيت واحدة منهم. هنا بقى كنت حاطه الميه على النار عشان تغلي. وسخنت كمان عيش. وهنا الجناحات كنت سايباها بتفك كده. كنت مطلعاه من امبارح. حطيت بقى الفول في الطبق. كان طعمه تحفه. تحفه كده، اقسم بالله كان عسل. ده طبعا المج اللي انتوا عارفينه. بس وقع مني اتكسر، اقسم بالله انا ما اعرفش وقع ازاي. انا ماسكه الصينيه قسما بالله كأن حد عمله لي كده. كنت لوحدي في الشقه. فالحمد لله. هنا بقى طبق الطبق المخلل المتين، بصوا اللي هو شكله يفتح النفس. انا لو هعمله في البيت مش هحط فيه كميه التوم دي كلها، مجرد نص فص توم قسما بالله. بس يلا بقى، هو بقى ايه عشان ايه، شارياه من بره جاهز. وده الشكل الجديد للنسكافيه، ريحته تحفه. هو انا عارفه ان هو مقطع وكل حاجه، بس هو للاسف هو الحاجه الوحيده اللي بتتباع تحت عندي. في طبعا كوفي بريك، بس انا كان نفسي في حاجه ان هي تصحصحني اكتر. فجبته. ريحته كانت وهم بصراحه، انا ما اعرفش هم بقوا عاملينه ازاي. فكده الفطار كده خلاص، كده الفطار كده جاهز. هنا بقى كنت خلصت فطار، قلت بقى يلا يا بنت خشي بقى ايه، ظبطي الدنيا قبل ما الحاج صاحب البيت يجي ولسه هيجيب بقى مش عارفه استناه ان هو يجيب اكل وبتاع. لا انت قومي طلعي من الفريزر واعملي حاجتك. حطيت بقى ملح وفلفل اسود وشويه من اسمها ايه البهارات، لا، الماجي الفوريه. وحطيتها كده على الفراخ. عاوزه اقول لكم الطريقه دي، التتبيله دي تحفه تحفه تحفه. او الخلطبيطه دي اللي هي طماطم وبصل وفلفل و اسمه ايه الزيت وملح وفلفل اسود واللي هي اللي هي الماجي دي، بس كده. حطيتها بقى كده على النار. هسيبها بقى ايه لحد لما تستوي. هنا كنت عماله اقول لكم استنوا. حطيت شويه ميه كده مكان الطماطم. وحطيتهم هم دول بس، شويه الميه اللي اخدتهم. استوت وبقت حلوه. قلت لحسام لما جه احطها لك في الفرن، دي هي كده خلاص كانت استوت. قال لي لقيتيها على كده. فلما بتدخل الفرن وتنشف بتبقى ايه، اقسم بالله رهيبه رهيبه. كده خلاص، كده خلاص الفراخ. وانا كمان بحب فعلا الصوص اللي فيها ده، بيبقى طعمه وهم. والولا يوسف برضو بيحبه قوي قوي، بيحب يغمسه كده. بس انا دلوقتي مخصماه. دلوقتي بقى إيه هنعمل النسكافيه الميس دلوقتي جاي. بصوا بقى الفصلان ده، الفصلان عملته لها وطلعته لها. وهنا بقى بدأت ايه، ان انا اعمل الرز. حطيت بقى الميه على لا لسه. هنا انا عيرت المج ده الصغنن ده ونص. مرضتش اكتر عشان كل مره بكتر بيترمى. فقلت لا والله العظيم ما انا مكتر المره دي، مش هكتر. قلت يا بنت ما تكتريش، فما كترتش. فاللي هو ايه ده، مفيش رز تاني؟ لا يا حبايبي مفيش رز تاني. فبس كده. حطيت بقى الزيت. وهستناه لحد لما يسخن. وساعات ما بستناش بصراحة، علشان الطرطشة والكلام ده. شايفين طبعا البوتاجاز فل شمعة منورة ازاي يعني، على طول ايدي فيه كده. بس الحاجة الوحيدة اللي هي بوظت لي العيون الستريس، او اللي هو الباور بتاع ماي وي. انا الاول العيون بتاعتي كانت بتبرق. شفت الفيديو بتاع اسمه ايه، اول طبخة في جوازي، شفته كانت بتبرق ازاي. كنت محافظة عليها لمدة فترة طويلة. انا مش عارفة ايه اللي خلاني عملت كده في نفسي. بس يلا مش مشكلة.
هنا بقى ايه، حطيت الميه، وهحط ايه تاني يا بنت، هحط ايه تاني، هحط شويه من الملح. بس كده. انا عاوزه اقول لكم ان انا عملت الاكل وخدنا الدرس بتاع الماس وهم اتغدوا، وانا على اكله الفطار ايه، الحمد لله شبعانه 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 يعني، الحمد لله. على بالليل بقى انا باكل. فضلت بقى كده ان انا اقلب الميه علشان الملح يدوب، وهحط بقى ايه على طول الرز. حطيت كده الرز. انا بحب قوي 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 ان انا اعمل رز في صينيه، بيستوي بسرعه. ده اولا. تاني حاجه، الصينيه بسرعه ان هي تتغسل. انا عندي اغسل صواني بس ما اغسلش حلال. غطيتها بقى، وهنا بقى بدات ان انا اعمل الملوخيه. كل ده والميس لسه بتدي الدرس، الميس لسه حرفيا بره. بس كده. حطيت بقى ماجي، وحطيت ملح. لا، ما حطيتش ملح، حطيت توم، وشويه من الكزبره الناشفه. وايه تاني يا بنتي يا دودي تاني، مش عارفه، مش هحط حاجه تاني. قلبت بقى كده الرز ووطيت عليه كده، شكرا قوي. واستنيت بقى لحد لما الميه تغلي. وطبعا بقى هنا ورا الفراخ بصوا حلوه كده وجميله ورهيبه. هنا بقى الميه كانت غليت، فانا حطيت بقى ايه، الملوخيه الناشفه دي من الحاجات اللي هي يا تطلع معاكي حلوه قوي، يا تطلع معاكي بشعه قوي. انا ساعات بتطلع معايا تحفه، وساعات بتطلع مني عايزه عايزه تتكب، اقسم بالله. بس انا عن نفسي ما بحبهاش يعني، انا باكلها اجبار لان هنا هم بيحبوها، انما انا اكلها بس مش اللي هي المفضله. انا ويوسف بنحب اللي هي الخضره، الخضره الورور دي الحلوه دي. بس كده قلب قلب قلب. وهنا بقى ايه فقرة الساحر، اللي هي خلاص بقى بعدها ايه هنكون الميس مشيت بقى وحطيت لهم يتغدوا. فقلت بقى اعمل التومة وكده خلاص كده. اتفاجأت قوي لما المعلقة وقعت. بس كده، ده كده كان فيديو النهارده. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.